اهلا بيكم في الجزء الخامس والاخير، ولو ما اتفرجتش على الاجزاء اللي فاتت يبقى فاتك كتير. واخر نوع من البنات اللي لازم تتجنبهم البنت المنانة اللي بتمن عليك طول الوقت وبتحسسك انك لو ما كنتش ليها انت ولا شيء بدونها. يا لولا ابويا ما كنتش، يا لولا اخويا ما كنتش، بصراحة انت من غيرها ولا شيء. احساسك المستمر هيأذيه، هيحطمك، هتخرب حياتك بالكامل. هتلاقي نفسك واقف في مكانك محققتش اي حاجة في حياتك، طول الوقت بتحس انك ناقص. اول ما هتعمل حاجة مش على مزاجها هتلاقيها بتقولك لو كنت عملت كذا او كنت عملت كذا، يعني هتمن عليك بالحاجات اللي بتعملها. ومشكلتها ممكن تعمل حاجة واحدة بس علشان يسمح ليها الفرصة انها تمن عليك. ممكن تساعدك وتحسسك انها بتساعدك لان دي عادتها، واول ما تفكر انك هتسيبها او يحصل بينكم مشكلة صغيرة هتلاقي سبب تهينك منه. ما تقبلش الاهانة يا صاحبي وتجنب البنت المنانة احسن. ولو اول مرة تشوفني الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك علشان يوصلك كل جديد، وخد لك لفة في القناة. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.